انتوا عارفين انكم ممكن تكونوا نسخة تانية خالص من نفسكم؟ نسخة انتوا بتحلموا بيها بس مش عارفين تبدأوا منين. طب تعالوا نعمل تجربة بسيطة. هاتوا ورقة وقلم وغمضوا عينيكم شوية وفكروا. رقم 1: علاقتك بربنا. النسخة اللي بتحب ربنا بجد، اللي بتصلي بخشوع، اللي قلبها دايما متعلق بالقرآن، اللي بتقوم الليل ولو بركعتين، اللي بتستغفر من قلبها مش بس بلسانها. النسخة اللي بتسأل نفسها كل يوم: يا ترى ربنا راضي عني؟ رقم 2: علاقتك بالناس. النسخة اللي بتسامح، اللي بتفهم قبل ما تحكم، اللي بتدي من غير ما تستنى مقابل، اللي بتعرف تقول كلمة طيبة وتطبطب على اللي محتاج، اللي بتكون سند حتى لو مش حد سندها. رقم 3: حياتك الدراسية والمهنية. النسخة اللي بتذاكر بضمير، اللي بتشتغل بإتقان، اللي بتتعلم من كل غلطة، اللي بتطور نفسها كل يوم، اللي بتسعى تبقى سبب في تغيير حقيقي حوالينها مش بس شهادة أو وظيفة. رقم 4: أخلاقك وأسلوبك. النسخة اللي كلامها نضيف، اللي بتعرف تقول لأ وقت ما لازم، اللي بتعرف تحترم الكبير والصغير، اللي بتعرف تتكلم وقت الجد وتضحك وقت الهزار، اللي أسلوبها فيه رقي وفيه رحمة وفيه عقل. رقم 5: مستقبلك بعد سنين. النسخة اللي عندها بيت فيه دفء، قلب فيه رضا، شغل فيه رسالة، حياة فيها معنى، اللي لما تبص ورا تقول: أنا مشيت الطريق اللي كنت عايزة أمشيه، حتى لو تعبت، حتى لو وقعت، بس قمت وكملت. انت مش محتاج تكون كامل، انت محتاج تكون صادق في سعيك. كل مرة تقع قوم، حتى لو وقعت 1000 مرة. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قلب وجهه في السماء يدور على القبلة اللي ترضيه، وربنا وجهه. فاسأل ربنا يوجهك، يرضيك ويثبتك. ما تخليش الأيام تاخدك كده وخلاص. امسك ورقتك واكتب طريقك، واختار طريق يستاهل التعب، ويستاهل انك توصل في الآخر وتقول: أنا وصلت الحمد لله. اكتب نسختك المثالية وشاركنا جزء منها في التعليقات، يمكن تلهم حد تاني يبدأ.